بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد تصريحات ميدو لمّا قال لعيبة الأهلي تفتقر لأساسيات الكورة، فأنا قعدت أفكّر، أشوف الناس اللي بتنتقده قالوا إيه، وهل اللعيبة المصرية فعلًا عندها أساسيات كورة والّا لأ؟ فواحد من ضمن اللي أنا شُفتهم كان كابتن الأهلي أحمد بلال. فكابتن أحمد بلال كان عامل podcast من قيمة تقريبًا شهر، قال بالنص كده أهو: الدوري المصري فيه 18 فرقة، كل فرقة فيها 30 لعيب، يعني 600 لعيب، 5 هم اللي يصلحوا يلعبوا في الدوري. ده معنى كده إيه؟ معنى كده أهو اللي لعيبة مصر كلها ضايعة. ولمّا ميدو قال الكلمة ديّة طلع في برنامج اللي هو مع المذيع اسمه أمير هشام تقريبًا، وطلع قال إزاي يقول كده على لعيبة النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي، وفضل يمجد في لعيبة النادي الأهلي. طيب أنا فكرت في حاجة، هو ليه اللعيبة بتاعة شمال أفريقيا لمّا بييجوا ينهّوا بينوّروا أوي؟ يعني مثلًا عندك محمد علي بن رمضان، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، محمود بن تايج، علي معلول، ولاعيبة كتير يعني هم دول اللي أنا فاكرهم أوي يعني. اللعيبة دي اتأسست صح، اتأسست من وهُم عندهم 10 سنين صح، اتأسسوا على أساس كرة القدم، إزاي يستلم، إزاي يسلّم، إزاي وقفته في الملعب، إزاي تبقى وقفته سليمة، إزاي يطلّع الكرة لواحد ما فيش حد واخد باله اللي ده مثلًا ده هيجري له، ده هيقطع له في حتّة، فده يلعب له. ف اللي هي عملية الmentality والعملية اللي هي آآ إزاي يعمل pass صح، إزاي يستلم صح، وفي ملاعب كورة آدمية شوية. فاللعيبة ديّة بتطلع نشأتها نشأة صح، نشأة صحية كرويًا، غير مهارة اللي عندهم. يعني ده كل دوّة بقى plus المهارة اللي عندهم، فبيبقى quality عالي أوي. بس اللعيبة ديّة بتبقى برضك في حدود اللي هو شمال أفريقيا ومصر، يعني هم يلعبوا في شمال أفريقيا ومصر كويس جدًا. طب إزاي؟ يعني هم يلعبوا بس في شمال أفريقيا ومصر بس، يعني مثلًا هم ما عندهمش الquality العالي اللي هم يلعبوا في دوري أقوى من الدوري التونسي والدوري المصري أو الدوري المغربي. بدليل إيه؟ بدليل لمّا الزمالك راح جاب فرجاني ساسي، فرجاني ساسي كان في النصر السعودي احتياطي، ما كانش بيلعب أساسي، مع إن فرجاني ساسي quality عالي جدًا. بس لمّا جه الزمالك عشان هو الquality بتاعه أعلى من quality اللعيبة المصرية، وهو عنده مهارة الfitness بتاعه أعلى من الfitness اللعيبة المصرية، فنوّر أوي. فراح قطر دوري أقل من الدوري السعودي وأعلى من الدوري المصري، فتمام هناك ثابت وزي الفل. عندك أشرف بن شرقي، أشرف بن شرقي كان في الوداد حاجة جامدة جدًا، راجل خريج بقى أكاديميات بقى محمد الخامس وحاجات بقى جامدة جدًا يعني في المغرب مش عايزين نتكلم. بس لمّا أشرف بن شرقي طلع من الوداد وراح الهلال ما قد ما نجحش، كان احتياطي. فالهلال لمّا أعاره لفريق فرنسي درجة تانية برضه ما نجحش. ليه ما نجحش؟ عشان هناك الquality عالي أوي، أعلى منه، فهو أقل منهم بدنيًا وفنيًا، فما نجحش. بس لمّا جه الزمالك ظهر أوي ونجح أوي. ليه؟ لإن هو الquality بتاعه أعلى من quality اللعيبة المصرية، بيعرف يسلّم ويستلم، بيعرف يراوغ، بيعرف ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب، اللي إحنا اللعيبة عندنا ما عندهاش الكلام ده. محمد علي بن رمضان نفس الموضوع، كان في الترجي، راح دوري النمساوي، ده هو أنا ما أعرفش فيه يعني ما أعرفش فيه أي فرقة، وكان احتياطي، فالأهلي أخده. فلمّا عمل ماتش و2 هو الquality بتاعه عالي، متأسس صح، مهاري، fitness كويس، فأعلى من اللعيبة المصرية، فنوّر أوي.
فده بيورّينا إيه، بيورّينا إن اللاعب المصري لاعب الlife style بتاعه بايظ. عندك التأسيس بتاع الكورة بتاعه ضايع. اللعيبة عندنا في مصر كلّها ضايعة، كلّها، ما فيش لا أستثني أبدًا لاعب، غير بقى اللعيبة اللي هي القديمة زي عبد الله السعيد، زي شيكابالا، زي وليد سليمان، اللي هو لاعب بقى ينوّر لك كل كام سنة كده أهوّة تلاقي لاعب نوّر. طبعًا جيل أنا باتكلّم يعني جيل 2008 و10 دوّة 2000 و2006، 2008، 2010 ده جيل ما اتكرّرش ومش هيتكرّر. فده بيورّينا إن اللاعب الشمال أفريقي واللاعب اللي هم اللعيبة اللي هي الأفارقة عندهم التأسيس الكورة أفضل من عندنا بمراحل، بمراحل، بمراحل. عشان كده لمّا الأهلي أو الزمالك ييجي يلعبوا Sun Downs لعيبة quality عالي جدًا، مع إنهم بياخدوا فلوس قليلة جدًا، إحنا بنلاقي صعوبة اللي إحنا نكسب فريق زي دوّة. نلاقي لعيبة تونس والمغرب أفضل مننا بكتير جدًا والجزاير بكتير جدًا، عشان كده المنتخبات بتاعتهم جامدة. ففعلًا بدل يعني أتمنى الأهلي والزمالك بدل ما يصرفوا ملايين، يروحوا بس يخصصوا جزء من الملايين دي لقطاع الناشئين، عشان يطلعوا على الأقل لعيبة عندها أساسيات كرة القدم. أتمنى.